أعزائي الخطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الدروس التي سوف ألقيها عليكم هي تابعة للتسجيل الصوتي، القرص الصوتي المرافق لكتاب الأطوار الحسينية في حلتها الجديدة. وألتمس من أخوة الخطباء التمسك بهذه الدروس، وذلك لأنه قضية الإمام الحسين قضية عالمية. يجب أن نرتب الخطباء، يجب أن نرتب الرواديد والمنشدين بصورة علمية وأكاديمية والابتعاد عن العشوائية. فهذه البضاعة المزدات التي ألقيها عليكم أتمنى أن تنال رضاكم وأن تلتزموا بها. خادمكم الشيخ الخطيب رضا الطويرجاوي. مقام النهاوند نغم جميل وفيه نوع من الحزن، وكأنه صادر من شخص مغدور أو مطعون بظهره، ولا يدخل في أبعاده النغمية درجة الربع. يستخدم بكثرة في اللطميات خصوصا، أما في الأطوار الحسينية فقليل. كيف نتعرف على مقام النهاوند؟ نتعرف عليه من الطرق التالية: أولا من المواليد والتواشيح الإسلامية. إليك الأمثلة. هناك قصيدة مولودية مشهورة جدا وهي نادي علي المظهر العجائب، وهذه القصيدة نغمها هو النهاوند. فعندما نريد أن نستذكر نغم النهاوند فما عليك إلا أن تدندن مع نفسك هذه القصيدة فيخرج نغم النهاوند. إليك مثال: نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. نادي علي المظهر العجائب تجده عونا. هكذا هذا نغم النهاوند. ثانيا اللطميات والقعديات الحسينية. هناك العديد من اللطميات المشهورة والقعديات أيضا نتداولها ونسمعها دائما، وهذه اللطميات من نغم النهاوند. إليك الأمثلة: أليف علم علقاع يا حيدر، علم علقاع يا حيدر، يا ابو يوم انك تعذر، شفيد اعذار يا حامل جار. نادي عليا مظهر العجائب. باء شفيا طاحا عن نهر، لو شمس طاحت والقمر، اكسرى وضليع من فاطمة. القصيدة هاي إلى مولا جليل. جيم يا القاصد قبر حسين، أوقف ونحين ببابه، الدمعك على الخدين واسجد قبل عتابه. تال رملة بالحزن صاحت يا جسام، ما دام الفرح يا وليدي ما دام، حسبالي أحنيك وأتهنى وهنيك، ما دام الفرح. قصيدة الشيخ جاسم الطويرجاوي. أنشد يا حسين بويا عن قبرك وين بويا، من ضميل يسر رديت. القصيدة هاي لأبو بشير. ويلي على المسموم، ويلي على المسموم، ويلي على المحروم، هالنوح يا زهرة على منه تنوحين، نوحك على المسموم لو نوحك على حسين. باسم الكربلائي. دال قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالشفع وبالوتر، والفجر وليال عشر. وللمزيد راجع جدول مقام النهاوند في نهاية الكتاب. ثالثا قراءة القرآن. يستخدم القراء العراقيون خصوصا هذا النغم في تجويد القرآن، ويستخدمه أحيانا القراء المصريون. إليك مثال:
نبدأ أولا بالبيات وبعد ذلك نتحول إلى النهاوند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا بيات. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. أرد أحول للنهاوند. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. نادي عليا مظهر العجائب لابثين فيها أحقابا. صدق الله العلي العظيم. استخدام نغم النهاوند في الأطوار الحسينية. النهاوند يسمي الباحثون أحد الأطوار الحسينية الفرعية من مقام رست بطور الفائزي، حيث أن طور الفائزي هو من مقام الرست، ولكن فيه عدة طرق سأبينها لاحقا. فواحدة من هذه الطرق نغمها نهاوند وألحقت بمقام الرست خطأ، وأنا هنا أرجعها إلى المقام الأم وأسميه نعي نهاوند، وأرجو الأخذ به وعدم التغيير لملائمة الاسم مع الطريقة. إليك مثال: صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الظبا محرابا. ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. ظمآ ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا. نعم النهاوند في الشعر الشعبي. تستطيع عزيز الخطيب أن تتحول من نغم البيات الذي بدأت به المقدمة في أبيات الشعر الفصيح وتنتقل إلى مقام النهاوند في البيتين الأخيرين للتهيئة قراءة أبيات شعر بنغم النهاوند ليخرج لنا نعي نهاوند. وإليك مثال: يعني في كل مرة الخطيب يريد ينوع فيستخدم نغمين، دائما يبدأ بالبيات وبعد ذلك إذا يعجب نغم النهاوند يجي إليه، يعجب نغم الحجاز يجي إليه، يعجب نغم مثلا السيقاء يأتي ويخرج من البيات إلى السيقاء. هسه الآن راح أقرأ بيات وبعد ذلك في البيتين الأخيرين أتحول إلى نغم النهاوند. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. هذا بيات. عالمشراع العباس يا قلبي يا صابر سلام على الحوراء ما بقيت دهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. الخطيب يبدأ بهدوء. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر لقد أبصرت جسم الحسين موزعا. أيها سيدا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. حولت إلى النهاوند.
أخي انسرى جسمي فقلبي بكربلاء، نادي عليا مظهر العجائب، مقيم إلى أن ينقضي مني العمر، مذ غبت غاب عني جميعهم، ففقدك كسر ليس يرجى له جبر. أتحول إلى أبيات الشعر الشعبي. تقل أخويا زينب تناديك يا صبي عيني، حسين يا ابن أم اقعد وحاجيني. هذا نعنى هاوند. يا بدر سعد الغراب عني وراح، يا صبي عين الهوى وعلى الأرض طاح لي الوظلم، عقبك علي الصباح، أو صار حايل بينك وما بيني، إلى آخر قصيدة. أما في قراءة المصيبة فإليك مثال. في المصيبة يأتي جميل جدا هذا النغم، نهيئ له بأنه نتذكر نادي علي مظهر العجائب. عانى الإمام الكاظم عليه السلام في حبس السندي أشد الآلام والأذى، وكان إذا ضاق نفس الإمام لضيق الطامورة يأتي إلى بابها يستنشق الهواء، فإذا رآه السندي لطم الإمام على وجهه وأرجعه إلى داخل الطامورة. أيها سيداه ومظلوماه وغريبا، أفي أي كف يلطم الرجس وجهه، وما هي إلا فرع لطمة فاطم. نعم أحبتي، هذا التسجيل بصوت الخطيب الشيخ رضا الطويرجاوي، وهذا العمل يكون مرافق لكتابه الأطوار الحسينية في حلتها الجديدة، حيث أنني أقرأ ما موجود في هذا الكتاب وأمثله بصوتي. ويطلب هذا الكتاب من مكتبات النجف الأشرف ومكتبات كربلاء، حيث فيه فائدة كثيرة. أخوكم الشيخ رضا الطويرجاوي.